هو جهاز غير جراحي مينلي. لو انت هتستخدميه من قبل، يعني لو ما عملتيش شفط دهون واستخدمتيه، هو جهاز غير جراحي. اه. كل الأجهزة في الدنيا سواء الجراحية أو غير الجراحية هدفها إنها توصل ثيرمال انرجي للسكين، فتعمل زي ستيميليشن للكولاجين وفي نفس الوقت كونتراكشر في التيشوز عشان تبدأ تتشد. الاندوليفت من الأجهزة اللي بتديليفر ده عن طريق الليزر. خلاص. تمام. المورفيوس عن طريق الار اف. الاندوليفت جهاز لطيف، ولكن برضو لا تحمليه أكثر مما يستطيع. ما مش هيشد. لو هيفي تشيكس وكبيرة مش هيشدها، لو السقوط كبير مش هيشده. هو بيشتغل على المايلد كيسز اللي بتدي نتيجة كويسة، ان انا اخر فكرة الجراحة، لكن مش عمره ما هيكون بديل للجراحة. هو جهاز بيدليفر الثيرمال انرجي عن طريق الليزر، قريب من المورفيوس اللي بيدليفر عن طريق الار اف. يعني اقصد الفكرة كلها ان هم بيدليفر ثيرمال انرجي او طاقة حرارية، ده عن طريق الار اف مايكرو نيدلينج، ده عن طريق ليزر بيم اندر ذا سكين. في اجهزه كتير عن طريق الار اف، عن طريق الميكرويف، عن طريق حتى الليزر بتديليفر الثيرمال انرجي عشان تعمل شد للبشر.